السلام عليكم. في سنة 2013 وفي شهر رمضان الكريم في ولاية مستغانم وبالتحديد في حي قادوس الملاح. هذا الحي اللي معروف بقصبة مستغانم، حي عتيق قديم معروف بقصبة مستغانم لأنه عنده واحد الشبه كبير مع قصبة الجزائر العاصمة. هذا الحي العتيق وقعت فيه واحد الجريمة كانت من أبشع الجرائم اللي وقعت في الجزائر، واللي تدخل فيها الرأي العام. راحت ضحيتها طفلة في العمر نتاعها سنتين، نكلوا بالجثة نتاعها بطريقة وحشية. والله العظيم ما بقاتش الثقة في هذا الوقت. جريمة من أبشع الجرائم اللي رايحة تصدمكم. بدون إطالة نروح للقضية نتاع اليوم. في هذا الحي تعيش واحد العائلة تكون من أب وأم وثلاث أطفال. هاد الأب والأم عندهم ثلاث أطفال، عندهم واحد الولد يبلغ من العمر 8 سنوات، والولد الثاني يبلغ من العمر 6 سنوات. أما بالنسبة الطفل الثالث كانت بنت، طفلة تبلغ من العمر سنتين اسمها نادية اللي عليها هذه القصة. هاد العائلة، الأب متاع العائلة كان موظف ويعمل عمل يومي، يروح العمل نتاعو، يخلي الزوجة نتاعو في هذا المنزل العائلي اللي كان يسكن فيه حتى الأب ديالو والأم نتاعو، في هذا الحي العتيق والعريق اللي الأحياء نتاعهم ضيقة، واللي الجيران متقاربين مع بعضهم بعض ويكونوا متعارفين. واحد النهار هذا الأب لما راح للعمل ديالو خلى الزوجة ديالو والأبناء نتاعو في المنزل. الزوجة هذه كانت مشغولة مع الغسيل نتاع الملابس نتاع الأطفال ديالها، وكانت البنت نتاعها نادية قدامها تلعب. الوقت اللي الأم هذه طلعت للسطح نتاع البيت باش تنشر الملابس نتاع الأطفال ديالها، خلات البنت نتاعها نادية في الفناء نتاع المنزل. استغرقت بعد الوقت في السطح، لما رجعت للفناء انصدمت انها ما لقاتش البنت نتاعها نادية، ما لقاتهاش. استغربت هذه الام. اول امر قالت ممكن انها تكون عند الجاره نتاعها اللي كانت مقابله للبيت نتاعها، وما كانت المسافه ما بين الباب نتاع البيت نتاعها والباب نتاع البيت نتاع الجاره كانت المسافه قريبه، ما كانش حتى متر ونصف. قلت ممكن انها تكون عند الجاره نتاعها نعيمه. راحت ودقت عند الجاره نتاعها، لكن الجاره نتاعها تاكد لها انها شافت البنت نتاعها ناديه راحت مع الاخوه ديالها الابناء ديالها لما كانوا متجهين للحلاق، لان الابناء نتاعها راحوا للحلاق. هنا هذه الام اطمئنت وقالت ممكن انها راحت مع الاخوه ديالها للحلاق. لكن بعد ما رجعوا الابناء ديالها للمنزل، الابناء نتاعها لما رجعوا للمنزل ما رجعتش الاخت نتاعهم معاهم ناديه المنزل. هنا الام هذه انصدمت، خاصه انه كان مر عده ساعات على الاختفاء نتاع البنت نتاعها ناديه. وهاد الام كانت الجاره نتاعها ناعمه اللي كانت مقابله لها، كانت صرحت لها وقالت لها انها شافت البنت نتاعها ناعمه لما راحت مع الاخوه ديالها للحلاق. غريبه هذه القضيه. واش الابناء هما اللي راهم يكذبوا ام هذه الجاره هي اللي راها تكذب؟ الام سالت الاخوه ديالها الابناء نتاعها، سالتهم الاخت نتاعكم ناديه وين راها؟ الابناء يقولوا انهم ما شافوهاش وما راحتش معهم للحلاق. اتجهت عند الجاره نعيمه نتاعها، نعيمه تقول انها فعلا شافت البنت ناديه لما اتجهت مع الاخوه ديالها للحلاق. غريبه هذه القضيه. البنت اختفت عندها عدة ساعات. من اللي اختفت صدمة كبيرة كانت بالنسبة لهذه الأم اللي خرجت للشارع وقعدت تصرخ وتحوس على البنت نتاعها. دخلوا الجيران كلهم يحوسوا على هذه البنت نادية، اتصلوا بالأب نتاعها
جا للمنزل يحوسوا على نادية، ما لقاو لها أي أثر. وفي شهر رمضان الكريم الجيران حتى واحد يقول ما شاف نادية، كلهم يصرحوا أنهم ما شافوش نادية. نادية الجيران كلهم يعرفوها. بالفعل الأم تأكد مع نعيمة الجارة نتاعها إذا فعلا شافتها، اتجهت مع الإخوة مع الأبناء ديالها للحلاق. نعيمة تأكد أنها شافتهم. الأبناء يقولوا لا، ما مشاتش معنا الأخت ديالنا للحلاق. الأبناء ماشي ممكن أنهم يكذبوا، العمر نتاعهم 5 سنوات 8 سنوات، علاش يكتبوا في مثل هذه القضايا؟ الأب بدا يشك في القضية، اتجهوا لمركز الشرطة وبلغوا على الاختفاء نتاع البنت نتاعهم نعيمة. دخلت الشرطة، دخلوا الجيران، كل الناس يحوسوا على نادية. احنا في شهر رمضان الكريم، نادية حتى الآن ما بان عليها حتى خبر. القضية هذه دخل فيها الإعلام وصارت وجهة رأي عام. الجزائر كلها تكلمت على هذه القضية في هذا اليوم رمضان، اختفاء الطفلة نادية. واش هو السبب الاختفاء نتاعها؟ جاء موعد المغرب، الناس كلهم دخلوا يفطروا في المنازل نتاعهم. نادية مازال ما بان عليها اي خبر. الاب نتاعها والام نتاعها في الشارع يحوسوا على البنت نتاعهم من مكان لمكان، ما خلاو اي مكان، لكن ما لقاو اي اثر. نادية غريبة هذه القضية، الجيران كلهم يحوسوا، طاح الليل ومازال ما بان ولا شيء على نادية. بدأ الشكوك يحسوا، بدأوا الشكوك من الشرطة ومن الجيران أنه نادية الاختفاء نتاعها راه في هذا الحي، ما خرجتش من هذا الحي. يحوسوا في المنازل اللي كانت مهجورة، اللي كانت مهدومة، ما لقاو ولا أثر على نادية. لكن بعد ما مرت 24 ساعة، في اليوم الثاني على 7 صباحا، هنا توقع الفاجعة. العائلة هادو بينما كانوا في المنزل نتاعهم 7 صباحا يسمعوا رشق بالحجارة داخل المنزل نتاعهم. خرج الجد نتاع العائلة، الأب جد الضحية، لما خرج يتفاجئ بالحفيدة نتاعو محطوطة قدام الباب نتاع المنزل، جثة هامدة وغرقة في الدماء نتاعها. من الهول نتاع أنه شاف الحفيدة نتاعو في هذا المنظر، رفض الحفيدة نتاعو وراح يجري بها لمصلحة الاستعجالات للمستشفيات، ظنا منه أنه مازال على قيد الحياة. لكن لما وصلوا للمستشفى هنا يأكدوا له أنها متوفية. والشيء الصادم أكثر وأكثر أنها كانت متعرضة ل 34 طعنة الجسم نتاعها، ومنحورة عدة نحر في الرقبة نتاعها، مضروبة بالسكين حتى في الرقبة نتاعها. والطبيب الشرعي يبين أنها تعرضت للاختناق قبل ما يطعنوها في الرقبة نتاعها، وقبل ما يطعنوها 34 طعنة. شكون يقتل هذه الطفلة اللي في العمر نتاعها 2 سنين وينكل بالجثة نتاعها بهذه الطريقة الوحشية؟ واش هو السبب؟ واش هو الدافع؟ واش هي قضية انتقام؟ حبوا يحرقوا القلب نتاع الأم نتاعها، غيروا. واش يغيروا من هذه العائلة؟ العائلة كانت تعاني من الفقر. الأب والأم هادو كانوا يعيشوا في منزل هش، يعانوا من الفقر، ما كانش حتى شيء دافع. لما قعدوا يبحثوا، الأب إنسان طيب، الأم اللي كان اسمها فتيحة حتى هي امرأة طيبة، ما عندها أي مشاكل مع الجيران. الجارة المقابلة نتاعها اللي كان اسمها نعيمة كانت تاكل معها في نفس المائدة، وكانت حتى هذه الجارة كانت تبحث معها على الطفلة نتاعها، بيت الليلة بأكملها، وهي تبكي على الطفلة نتاعها وتبحث معها. لكن فاتك النهار واحد من الجيران ينتبه على نعيمة وعلى التصرفات نتاعها أنها كانت غريبة، وينتبه على الطفل نتاع نعيمة اللي كان نعيمة هاد الجارة اللي كانت مقابلة لهم. انتبه الطفل كان يحمل كيس من النفايات ورايح يرميه في النفايات، وكان يبان القلق
على الطفل وأنه خايف. وين هذا الجار راح لهذا الكيس نتاع النفايات وفتح الكيس نتاع النفايات. هنا يلقى الخمار نتاع الطفلة نادية مغطي ملطخ بالدماء ومرمي في كيس من النفايات. هذا الجار في أول الأمر تردد أنه يبلغ واش اكتشف، هذا حسب ما جاء في التقرير وحسب ما كان يحكي، لكن شوية ويبلغ واحد من أعوان الأمن اللي انتقل معه لمركز الشرطة وبلغهم أنه لقوا الخمار نتاع نادية مرمي في كيس النفايات اللي خرجوا الطفل اللي يبلغ من العمر نتاعو 10 سنوات نتاع نعيمة، هذيك الجارة اللي كانت مقابلة ليهم. وقال لهم أن التصرفات نتاعها كانت غريبة. أعوان الشرطة كلهم وجميع الاتهامات هنا وبالدلائل راحت أنهم القاتلة هي نعيمة. وخاصة أن حتى الجيران لما كانوا يحقوا معهم كانوا يأكدوا أنه مش ممكن أنه واحد يجي من منطقة تانية ويدخل لهذا الحي ويرتكب جريمة. كان واحد لما يكون من منطقة تانية بكل صراحة واحتراما لأصحاب هذا الحي كان يخاف حتى يدخل مثل هذا الحي. كان فيه مجرمين. هذا الحي فيه الناس اللي ملاح، لكن مثل هذه الأحياء احنا نلقاو أن الناس يخافوا حتى يدخلوا لهذا الحي. المهم بعد ما جابوا إذن من النيابة وانتقلوا للمنزل نتاع نعيمة واقتحموه، بالفعل لقاو أداة الجريمة اللي كانت سكين، وبالفعل لقاو أثار الدماء في واحد الإناء كبير اللي صبنوا فيه. لما نعيمة خنقت هذه الطفلة خنقتها، جابت السكين وقعدت تطعن في الرقبة نتاعها وطعنتها 34 طعنة في الجثة نتاعها، وخفات الجثة نتاعها وهي اللي دارت الجثة نتاعها قدام المنزل نتاع الأم نتاعها ورشقت بالحجارة. لكن أعوان الشرطة كل واحد كان يتبع في هذه القضية، وجميع الناس اللي كانوا يتبعوا في هذه القضية والجيران كلهم قعدوا مستعجبين واش هو الدافع لارتكاب هذه الجريمة، علاش وصلت أنها ارتكبت هذه الجريمة، وعلاش قتلت هذه الطفلة بهذه الطريقة الوحشية مع أنها كانت صديقة لهذا الجار وكانت تأكل معها في نفس المائدة وما كان كاين حتى عداوة ما بينها وما بين هذا الجار. هنا يجي واحد الأمر صادم اللي رايح يصدمكم. الابن نتاع هذا الجار كان مشارك في هذه الجريمة اللي يبلغ من العمر 10 سنوات. نعيمة لما عرفت أن الابن نتاعها اللي يبلغ من العمر 10 سنوات اغتصب طفلة نادية بنت الجارة نتاعها، اغتصبها، خافت من الفضيحة. ولما خافت من الفضيحة اغتنمت الفرصة لما الأم ديالها نتاع نادية صعدت للسطح، هي قامت وخطفت هذه الطفلة، خطفتها ودخلتها للمنزل نتاعها وقتلتها قدام أعين الولد نتاعها بهذيك الطريقة الوحشية. كان السبب نتاع الجريمة أنه كانت تحوس هذه الأم أنها تخفي الفضيحة نتاع الولد نتاعها. لكن لو فعلا أننا نفترض أن هذا الولد فعلا يغتصب هذه الطفلة اللي عندها 2 سنين، الخبراء والمحققين يقولوا أنه حتى لو أنه يمارس هذا الولد الاغتصاب على الطفل يمارسه عن سطح، اغتصاب سطحي. مش ممكن أنه ولد عنده في العمر نتاعو 10 سنوات يغتصب طفلة اغتصاب كامل. لكن بعد ما قعدوا يحققوا إلا داروا واحد الفرضية، قالوا
ممكن أنه يغتصبها اغتصاب كامل، إلا إذا كان هذا الولد حتى هو كانوا اغتصبوه من قبل وكان يعرف طريقة الاغتصاب. وفعلا هذا هو اللي لقاوه، أن الولد هذا حتى هو كانوا اغتصبوه من قبل. كان السبب الرئيسي نتاع هذه الجريمة أن هذاك الطفل اغتصبوه وصار هو مغتصب، لأنه لما صار هو مغتصب اغتصب هاد الفتاة نادية، والأم نتاعو حاولت أنها تخفي الجريمة وخفتها بطريقة بشعة، وقتلت هاد البنت بطريقة بشعة، وتعرضت على محكمة الجنايات وتقدمت بقضية القتل والتعذيب مع سبق الإصرار والترصد، وحكموا عليها بالإعدام. لكن الإعدام مش موجود في بلادنا. أما الابن اللي بلغ من العمر 10 سنوات، الابن اللي بلغ من العمر 10 سنوات تقدم لمحكمة الأحداث وتتبع قضية ممارسة العمل المخل على فتاة قاصرة. وكانت هذه من أغرب القضايا وأبشع القضايا اللي وقعوا في ولاية مستغانم. أما الرسالة اللي حبيت نوجهها في هذه القصة، ما توضعش الثقة في من ما كان، ما توضعش الثقة في أي واحد، حتى ولو كانت الجارة نتاعك، أو لأن الوقت اللي وصلنا له صعيب. ورسالة الثانية في هذه القصة أنه المجرم الحقيقي في هذه القضية الأول هو هذاك المجرم اللي اغتصب هذاك الطفل اللي كان عنده 10 سنوات، اللي خلاه حتى هو يكون مغتصب، اللي تعامل مع هذاك الطفل اللي عنده 10 سنوات، اللي ما بحثوش عليه في هذه القضية، اللي تعامل مع هذاك الطفل بالاغتصاب وخلاه حتى هو في يوم من الأيام يكون مغتصب، ولو أنه في يوم من الأيام يكون قاتل، لأنه حتى هو اغتصبوه. ونتمنى أن الرسالة تكون وصلت. وكانت هذه هي قضيتنا اليوم. ما تنساوش الاشتراك في القناة، والسلام عليكم.